ماشي يا جماعه، انا ماشي بحاجتين: كيس دواء وشنطه ديسكليمر جاي اطلعها النهارده عشان انا هدمدم فيلم السلم والتعبان. هطلع فيلم، هو ده مش فيلم اصلا، بس عشان بس ايه نكون واضحين، ده مش فيلم. بس قبل ما نبدا خلينا ايه نخرج الديسكليمر من قلب الشنطه ونبرأ نفسينا. انا مخرج، قشطه. انا مخرج وافهم وادعي يعني ان انا بفهم في السينما وبحب السينما، مصطلحات السينما النظيفه، الكلام اللي هو ممكن يطلع يتقال دوت انا مش معاه. لو انت هتديني فيلم حلو في قصه، في حاجه بتتقال، انا اتفرجت عليه، سواء بقى اتبسطت، سواء وصلت لي رساله، سواء اديتني فيلم جميل في قصه حلوه، في اي حاجه، هطلع اقول لك الفيلم حلو واطلع اقول لك الفيلم دوت جميل. فيلم السلم والتعبان بقى عمل اي حاجه من الحاجات دي؟ لا، ما عملش حاجه خالص. هو ولا فيلم، ولا ينفع يتقال عليه فيلم، ولا ينفع يتقال عليه فيلم قصير، ولا ينفع. فيلم ساعتين 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 من الهراء، من اللا شيء، ساعتين كده. يعني الواحد ضيع من عمره ساعتين بس عشان ايه؟ مش عارف. عمالين شايفين ناس غنية جدا، غنية جدا. مين دي غنية جدا؟ ديت كلمة قليلة يعني. على رأي يحيى عزام لما كان بيوصف الناس بيقول لك الكريمة، طبقة الكريمة والكريزة. احنا بقى شفنا الكريزة اللي فوق الكريزة. مهندس معماري معاه مليارات ومش عارف معاه كام، ومعاه كتير جدا يعني، لدرجة اللي هو مش مهتم بأي شيء. هو بيعمل أي حاجة وما شفناهوش مرة اشتغل مثلا في قلب الفيلم. مش عارف أنا إيه ده أولا. فلوس كتير، لما قرر اللي هو يفك عن نفسه وعايز يتصابى جاب له فراري. انا بعت عربيتي جبت فراري، انا كده يعني مش عارف. انا اللي اعرف الناس اللي بتبيع عربياتها دي بتبيع عربيتك عشان تفك زنقتك ولا حاجه، هتجيب عربيه اقل منها. اما تجيب عربيه اعلى تصرف اكتر. طب ليه انا حطيت الديسكليمر اللي انا قلت ده في الاول؟ اه، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تمام؟ عشان زي ما انا قلت انا بدعي ان انا بفهم سينما، بتفرج على افلام سينما، وشفت افلام كتير ممكن يكون فيها يا سيدي مشاهد خارجه ولا مش عارف فيها ايه، بس يكون جوه سياق الدراما وجوه سياق وبنعديها وتمام وقشطه وبتعدي. وفيلم في الاول وفي الاخر ممكن يوصل لك منه ايا كان ايه. مش شرط يا عم يديك مواعظ ولا يقول لك مثلا احنا يعني. مش شرط يا سيدي مثلا ان انت تتفرج على فيلم الكيت ولا فيلم مثلا ارض الخوف ولا افلام الفلسفيه. مش هو ده اللي انا بدور عليه. اديني فيلم كويس. لو انت قصدك فيلم رومانسي اديني فيلم رومانسي حلو. لو انت قصدك فيلم كوميدي اديني فيلم كوميدي حلو اضحك عليه. لو انت قصدك فيلم دراما اديني فيلم دراما كويس. لو انت قصدك ايا كان قصدك ايه اديني فيلم حلو. اكشن اديني فيلم اكشن حلو. بس الموضوع ابسط من البساطه. مش لازم يعني تبقى محنك زياده عن اللزوم. والفيلم هنا ما عملش اي حاجه خالص من الحاجات دي. ولا الكوميديا اللي كانت فيه كانت نافعه، ولا الرومانسيه اللي فيه كانت حلوه، ولا هو كان فيلم حلو. ساعتين من اللا شيء. ساعتين شايفين الكلام اللي عمال يتقال اللي هو المفروض التحرر او المفروض التطور الطبيعي للسينما المصريه، زي التطور الطبيعي للحاجه الساعه كده. اللي احنا عمالين نقول كلمه فشخ ونقول كلمه حيحنه ونقول كلمه مش عارف، تقريبا المكنه جابت جاز ولا ايه، وعمالين ويشربوا في حشيش ويشربوا في مخدرات ويشربوا في خمره ويعملوا. بس طول الفيلم الاستاذ عمرو يوسف قاعد معاه شويه بنات ام بي سيز ما لهمش اي دور، ما بيفتحوش بقهم، هم منظر بس، تماثيل كده واقفين، حاطط ايده على كتفه على دي وحاطط ايده على ديت وبس كده وخلاص، وعمال يشرب وبتاع. بس فين يا ابني الفيلم يا ابني؟ طب يا ابني بيعملوا اي حاجه؟ طيب طب خونها طيب مع واحده من دول. مفيش اي حاجه، ما بيعملش حاجه. هو بس قاعد كده. قصة الفيلم اللي هو مش فيلم، اللي هو لا شيء، ان راجل فلاتي شاف واحدة حبها اتجوزه في اول 3 دقايق، بعد 5 دقايق زهق منها. وبقية الفيلم كله قرر اللي هو وهي يعيشوا مع بعض عيشة اللي هم ايه، كأننا لسه بنتعرف، وكل مرة نتعرف على بعض بطريقة جديدة عشان نجدد الدنيا وما نبقاش في الملل اللي احنا عايشين فيه ده. والمفروض الرسالة اللي بتوصل في الفيلم الاخر اللي احنا ملناش غير بعض يا جماعة. بعد شوية زهقوا من بعض تاني وهي زهقت من المنظر ده، فقالت له لا خلاص بقى انت لازم ترجع البيت. فهو مرضاش يرجع البيت وكان خايف اللي هو يرجع البيت، فاتطلق. فحبت واحد تاني والدنيا مشيت كويس. هو كان كويس اول لما اتطلقوا وقعد يحتفل وبتاع، فجأة قعد يعيط ووحشته. وهي كانت تمام وكانت مكملة في حياتها وكانت هتتجوز. فجأة قعدت تعيط ووحشها. فجأة عملوا حفلة. فجأة رجعوا لبعض. ادي الفيلم. انا لو كنت حكيت لك قصة الفيلم اللي في الاول، الحتة اللي في الاول، كنت هتعرف النهاية ايه، هتعرف ايه الفكرة بتاعت الفيلم كله. عشان خاطر هو لا شيء كان ممكن يتحكي في ربع ساعة، في نص ساعة. كان ممكن يبقى فيلم قصير نص ساعة عادي خالص، والدنيا هتعدي عادي ولا هيحصل اي حاجة. ليه بقى كمية اللا شيء اللي في النص ده؟ ولقاءات عمرو يوسف بماجد المصري وحاتم صلاح، ولقاءات اسماء جلال بصحباتها اللي هم ما بيعملوش حاجه، عمالين يدوها في نصايح
اللي هو نصايح ممكن تلاقيها على اي بوست على الفيسبوك عادي. فين الشيء؟ فين الحاجه؟ اعمل حاجة. وريني قصه، قول لي كلمتين مهمين. او احنا بس طالعين عشان نقول انت فشختنا وانت فشختهم؟ هو دوت، هي دي السينما؟ هي دي الافكار بقى؟ هي دي الحاجات المتمرده اللي عايزين نطلع نقولها في الحياه عندنا؟ هو ده اللي ناقصنا يعني؟ يعني احنا خلاص قطعنا السينمات اللي في الدنيا وعملنا كل الافلام اللي ممكن تتعمل، ومش ناقصنا غير ان احنا نطلع نقول فشخ؟ هو ده اللي ناقصنا في الحياة خلاص؟ يعني كمية الحريات اللي بقت موجودة حاليا في مصر، وكل واحد بيطلع يقول اللي هو نفسه فيه، كل واحد عنده المقدرة وعنده القدرة اللي هو يتكلم. خلاص بقى مش ناقصنا غير الكريزة اللي فوق التورتة، اللي احنا نقول كلمة فشخ وحيحنة و... والمكنة جابت جاز وده شكله تعبان وده شكله حيحان. بس هو ده الكلام بقى دلوقتي المفروض يطلع. هو ده الجديد بقى. عملنا الافلام السياسيه اللي بتنتقد الوضع الحالي بتاع البلد، عملنا الافلام اللي بتنتقد الوضع الاقتصادي بتاع البلد، عملنا الافلام اللي بتقول لك المفروض الشعب ازاي مطحون والشعب ازاي طلعان عينه 90% منه. طبعا مش من المناظر اللي كانت موجوده في قلب الفيلم دي، اللي معاهم العربيات ديت واللي معاهم الفلل والشقق والقصور دي. بقى فيلل ايه بقى؟ ده قصور طبعا. مش دول هنتكلم بقى عن 90% من الشعب اللي معهوش اي حاجه من الحاجات دي، و50% اللي اصلا ممكن ما يكونش لاقي حتى عشاه ولا حتى فطاره. هنتكلم عن الناس دي، هنتكلم عن الناس اللي بتتمسك كل يوم وهما بيعملوش اي حاجه خالص على النت. واحد طلع بيهزر وبيقول لك كلمتين وبيتكلم زي ما الناس بتتكلم في الشارع، ومغطيها بتيت ولا مغطيها ببطه، ويطلع كل حلقه في اخر حلقه يقول لك انا مش قدوه وانا محدش ياخد بكلامي واللي انا بقوله ده بالصح. هو طلع بيهزر وخلاص ومتاخدش بكلامه يتمسك. بس نسيب الناس اللي عماله تقول فشخ وحيحنه وهو دي السينما المفروض الناس تدور عليها. انا مش بقول امسكوا الناس دي، انا بقول اللي هو خلي سطر واحد، سطر واحد الناس كلها تمشي عليه. يعني خلي المعيار واحد، ما نقعدش نغير في المعيار. مش عشان دولت ممثلين ومشهورين ممكن نطلع في التلفزيونات ونطلع في السينما نقعد نقول كل الكلام اللي هو فيه ايحاءات. ده عادي وانا مش ضده عموما، بس اديني تصنيف عمري محترم، ده 18 سنه بلس، وخلي الناس تدخل تتفرج على الحاجات دي. ما تدوش 12 سنه زي ما الفيلم دوت واخد 12 سنه بلس، وياخدش بقى يشوف كل الحاجات دي. وانت مانعه اصلا من على الناس اللي بتطلع على النت، وكمان حط عليه تيت ولا حط عليه صوت بطه وبيتحبسوا وبيتسجنوا، والناس التانية متسابه كده عادي، محدش عارف يعمل لهم حاجه. يعني دلوقتي عادي خالص نطلع نشوف مثلا مش عارف مين بترقص في قلب الفيلم، ولا مين ماسكه سيجاره الحشيش اللي في الفيلم، ولا مين عماله تتكلم كلام كله ايحاءات في الفيلم، ونمسك البت اللي ما بتعملش حاجه، اللي ما عملتش حاجه، اللي طالعه تهزر هي وابوها. وابوها ما اشتكاش يا عم. احنا مين عشان نقعد نقيم الاسره المصريه؟ انت مين انت اللي بتمسك ولا اللي بتحبس؟ انت مين عشان تقعد تقيم الاسره المصريه؟ وجبت منين السلطويه اللي انت تحكم علينا نعيش ازاي؟ انت مالك؟ انت مالك انت كشخص مسؤول في البلد باي شكل ايا كان؟ انت مالك انت كل واحد يعيش ازاي؟ طول ما انا ما اذيتكش خلاص يا عم، ما تخلي الناس تعيش. انتوا بتيجوا عند وتشموها مش عارف ليه، وهي لونها بيبقى احمر على فكره. تخلي الناس تعيش يا عم، كل واحد يعيش براحته يا عم. طول ما انا ما اذيتش الناس اللي في الشارع وما اذيتش حد، وطلع على النت اللي مش عاجبه هيسكرول ولا اللي هيعمل بلوك ولا بتاع، ما عادي. انا عامل بلوك اللي اكتر من 250 حد على تيك توك وقشطه يعني، والحياه ماشيه بعدها. اللي مش عاجبني يا عم بلوك، الموضوع انتهى. اللي مش عاجبني نوت انترست، الحاجه اللي بسكرول حاجه مش عاجباني خلاص، يا بلوك يا نوت انترست، مش هتظهر لي تاني والموضوع انتهى. انت بقى يا اللي بتاخد قرارات، انت مين عشان تقعد تقيم؟ ده بيخدش حياة الأسرة. واللي بيطلع بقى في السينمات ده مش بيخدش حياة، اللي بيقول لك 12 سنة ده ما بيخدش حياة حد. ده هو ده الطبيعي، ده المنطق، ده اللي المفروض يحصل اصلا. وزي ما انا قلت، انا مع السينما. اديني سينما، حط لي اعمار طبيعيه، اديني افكار حلوه، وريني انت بتعمل ايه، وانا معاك. انا هدعمك. انا اصلا ما كنتش اتكلم على الفيلم ده. يقول لي طلع يقول لي ده كلمه فشخ هي الكلمه اللي خلتنا متحرين. هو طلع اعتذر عنها، طلع اعتذر عن الكلام اللي هو قاله ده، عشان هو كان المفروض يعتذر. بس انا في رايي لو انت طالع تقول الكلام ده في مؤتمر صحفي كان بيتكلم على الفيلم، في نفس المؤتمر الصحفي دوت تطلع تعتذر على اللي انت قلته، وتقول ان الافكار الصح اللي المفروض تتحط في السينمات هي الحاجات اللي بتخلي الناس تفكر بجد، الافلام اللي ليها اهميه بجد، مش بس عشان خاطر انا عرفت اشتم ولا عرفت اعمل ايه. هي ديت التطور الطبيعي للحاجه الساقعه. في تطورات تانية. طب الناس اللي اتمسكت دي، ده مش تطور؟ ده مش تطور اصلا في الكونتنت مثلا؟ ده مش تغيير؟ ولا التطور بيبقى موجود بس في السينما وللناس طبقه الكريمه اللي هم راكبين عربيات فراري وقاعدين في فيلل وقاعدين في قصور وحياتهم كلها زبادي خلاط، ما بيفرقش معاهم حاجه؟ يعني هي لما اتطلقت في قلب الفيلم ولا همها حاجه؟
عادي ما تتطلق عادي، هتصرف على عيالها عادي وقاعده في بيتها عادي، ولا حد ضايقها ولا حد عملها. طب هات بقى اي حد من طبقه كده متوسطه ولا من طبقه فقيره وحصل بينهم مشاكل واتطلقوا، ايه اللي هيحصل؟ مشاكل بقى من هنا لبكره. ده الحضانه، ده الفلوس، ده هيصرف منين، ده هتجيب منين، ده هتقعد فين وهو هيقعد فين. دي المشاكل بقى اللي المفروض تتكلم عليها، هي دي الافكار بقى اللي المفروض نتكلم فيها. مش فشخ ومش مش فشخ. انا قلت هو اعتذر وانا عارف، بس انا مش بتكلم بقى دلوقتي عليه هو، عشان ده وقت مش رايه هو بس، ده راي تقريبا كل اللي في الصناعه، وانا واحد عايز ابقى من ضمن الصناعه دي، بس مش عايز ابقى بالمنظر ده. وحاجه تانية دلوقتي اللي طلع يقول ان انا ممكن اكتب عن رسول، هو ما حددش الرسول، بس دي مش مشكله، مش فارقه، كلهم رسل كلهم طبعا. ما حدش يعرف يعني اللي هو ايه يحطهم في مقارنات مع اي بني ادم طبيعي، عشان دوت مش طبيعي، مش طبيعي. حتى لو هنتكلم عن مين يا سيدي، لو هنتكلم عن بوذا مش طبيعي يعني، عشان بس ما حدش يقعد يفضل ايه يدسلي السم في العسل. انا بتكلم دلوقتي عموما. ولو واحد جه قال لك انا والله انا عندي اسهل ان انا اكتب قصه عن بوذا ان انا اكتب قصه عن سعاد حسني، منطقي صح، بس ما تطلعش تقولها كده. البوذيين هيزعلوا منك فشخ على فكره، هيزعلوا منك فشخ، يقول انت بتقارن سعاد حسني ببوذا ازاي؟ الراجل هذا المغير اللي مشى وراه ملايين من الناس. انا ببعد عن القصه الرئيسيه اهوت، عشان بس ايه ما حدش يقعد يمسك لي في الواحده. انا بقول طبعا حاجه خياليه من دماغي. بوذا هذا الشخص اللي مكتوب عنه كتب، واللي كاتب كتب، واللي عامل مش عارف ايه، واللي منزل اصلا تعليم الناس ماشيه عليه لحد النهارده، وانا عرفت ناس منهم. طبيعي ان انت تكتب اسهل عليه بكتير، انت بكل هذا البحث اللي موجود وكل الكلام ده، ان انت تكتب عن سعاد حسني مثلا، اللي كل يوم مفيد فوزي يطلع يقول لنا هل قتلوها. انا ما اعرفش والله يعني، مش عارف مين اللي قتلها لحد دلوقتي، انا ما اعرفش، واختها ولا مش عارف وصاحبتها كل شويه تطلع لنا ومن زمان عمالين ندور مين اللي قتل سعاد حسني وايه اللي حصل لها اصلا وايه اللي عملها اصلا. ما هو طبيعي ان انت ما تعرفش تكتب حاجه عنها، عشان هي انسانه طبيعيه حياتها كانت مقفوله على نفسها، فانت عشان تطلع مصادر وتطلع حاجات عنها الموضوع صعب. انت ما عندكش غير شويه الافلام وشويه صحابها وشويه حاجات، مصادر قليله، وهي مش كاتبه كتاب مثلا قصه حياتها ولا حاجه مثلا يعني، فصعب ان انت تكتب عليه. بس المقارنه لا تصح من اساس. لو تقول انا ممكن اكتب عن رسول يبقى اسهل، ما هو منطقي، رسول نزل عليه تعليم ونزل عليه كتاب مقدس وقال احاديث بلسانه مكتوبه، وناس بتنقل هذه الاحاديث وحياته كلها معروفه، منطقي تكتب عليه موضوع اسهل. منطق، انا بتكلم في المنطق دلوقتي، بس ما تطلعش تقولها كده، ما بتتقالش كده، بتتاخد سخريه وبتتاخد تقليد وبتتاخد، وانت المفروض كاتب كبير وعارف وعاقل وعارف انت بتقول ايه، بس عايز تعمل بروباجندا حلوه للفيلم بتاعك، مش دي الطريقه. والكلمه الاسوأ ان انت بتقول ان انا كتبت فيلم للجينزي. انا عارف ان الجينزي هو الاستهداف الطبيعي لاي عمل اليومين دول، عشان هم اللي بيجيبوا الفلوس وهم اللي بيروحوا وهم اللي بيدفعوا وبيدخلوا سينمات وهم اللي مشغلين مطاعم الاكل اللي كل يوم اصلا الناس تقعد تعمل عليها مقاطع طويلة بالنص ساعة مقارنات أكل ومطاعم أكل، وكله بقى همه على بطنه. بسبب مين؟ بسبب الجينزي. يعني أيامنا إحنا كان أكل البيت، أكل بره دوت مثلا مرة في الشهر، لما تكون كده إيه معاك قرشين حلوين وعايز ترفه عن نفسك وعايز تتبسط، تروح جاي رايح لك مثلا مطعم ما لونه أحمر في أبيض وتاكل لك اكل حلو مره، وانت في المره دي بتتاكد برضه مش بتساعد بالفلوس 50 جنيه انت صرفتها دي، كنت جبت لك فرخه وعملتها لك في البيت عادي. ده المنطق، ده الطبيعي اصلا، ده المفروض تعيش الناس عايشه عليه. اما اليومين دول لا، الناس كل يوم اكلها من بره، والناس كل يوم غداها من بره وحياتها كلها بره، وما يعرفوش حاجه عن موضوع اكل البيت ده اساسا مثلا يعني. انا بدي مثال، انا عارف انا خرجت بره الموضوع الرئيسي، بس الفكره نفسها. فهي ديت الجين دي بقى هو المتجه العام لكل حاجه. فعشان انا ارضي الجين زي ارجو عامل فيلم امريكي عن مغنيه ممثله مصريه اسمها ام كلثوم. طب ليه امرك حاجه مصريه مليون في الميه؟ ليه اديك اعلان، انا شفت التريلر والله العظيم ما يستاهل، اديك اعلان امريكي كوميك بوكاوي مارفلاوي صرف؟ ايه ده؟ طب انا استفدت ايه؟ الست ام كلثوم الاغنيه بتاعتها بتقعد ساعه ونص، الناس بتقعد تقول يا جماعه ده انا ممكن اخلص اغنيه وانا معدي البحرين، اخلص البحرين كلها ولسه اغنيه ام كلثوم ما بداتش تغني واحنا لسه سامعين الموسيقى. تديني اعلان سريع، لقطات سريعه بالمنظر ده، وتحط لي تون الفيلم كله في سرعه غير مبرره وغير مرتبطه بام كلثوم اساسا. طب ازاي؟ طيب مش منطقي يا جماعه. ام كلثوم هذا الشخص اللي حياته هاديه، في اللقاءات بتاعتها هاديه وبتتكلم بالراحه واغانيها طويله وتعيد الجمله مره واثنين وثلاثه، هو ده الذكرى او هي دي الفكره اللي عندنا عن ام كلثوم. تديني اعلان بهذه السرعه واللقطات والامركه. انا مش بقول ما تتطورش، بس ما تنسخش، ما تبقاش مسخ. احنا بقينا مسخ من افلام تانية، بقينا مسخ من امريكا ومن مارفل ومن
ومن طريقة المونتاج بتاعتهم ومن طريقة التصوير بتاعتهم ومن طريقة حكاية القصة بتاعتهم. مش ديت هي الجين زي اللي عايزين نوصل لهم؟ مش بالطريقة دي، ما نوصل لهم بطريقتنا بأسلوبنا. وهذا الكاتب وهذا المخرج من زمان وهم بيتبعوا الأسلوب ده، الأمريكا لكل حاجة مصرية. كيرة والجن فيلم أمريكي مصري، هو أصلا سيفن ساموراي. القصة اتغيرت والدنيا اتغيرت وورشة الكتابة عملوا ما يعمل والفيلم طلع شيت. انا شفته اول ما نزل كان فيلم حلو ومبهر بالنسبه لي، شفته يعني مره ما قدرتش اكمله، حاولت تالت مره ما قدرتش اكمله، قلت بس خلاص كده كفايه. هو فيلم الوان تايم، فيلم المره الواحده. وعندي لستة طويله الافلام المره الواحده. انا بالنسبه لي مثلا فيلم الفيل الازرق هو ينفع يبقى امريكي عشان هي القصه اصلا مش مرتبطه قوي ومصريه قوي. فيها حاجات كتير عربيه لكن انت تعرف تطلع منها يا عم بحاجات غريبه كتير. قشطه. هو اصلا كان بشكل او باخر يعني فيلم شبه فيلم ذا تاتو، فيلم اجنبي اسمه ذا تاتو، فيلم وحش جدا يعني بس هو شبهه بشكل او باخر، فقشطه ممكن يتامرك عادي. بس بعد كده خلاص الدنيا بقى ايه، فرطت منهم واحنا بقينا عايشين في عالم مارفلي مصري بقالنا فترة مع الثنائي ده. وانا مش عارف ليه اساسا، ليه دخلناه، ليه متبنيين الفكر ده. هل احنا ما عندناش سينما مثلا ممكن ناخد منها؟ عندنا سينما مصرية مليون في المية، بطريقتنا باسلوبنا بمونتاجنا بتصويرنا بكل حاجه. ممكن نطور عليها، ممكن نطور عليها. ما بنعملش كده ليه؟ مش عارف. افلام عاطف الطيب اتفرج عليها وبص عليها كده بنظره واحد جين زي، مش هتعجبك طبعا عشان انت ما اتعودتش عليها هنا في مصر، بس هي دي الافلام المصريه، هو ده الطبع المصري. اكتر افلام مصريه بالنسبه لي اتعملت تقريبا كانت من عاطف الطيب. اتفرج على فيلم زي الكيت كات ولا ارض الخوف. داوود عبد السيد عندنا هنا بيقدم لنا افلام مصريه مفيش بعد كده. مصرية الطابع، مصرية المونتاج، مصرية الموسيقى، مصرية التصوير، مصرية كل حاجة. ممكن التصوير ساعتها ما كانش اكتر حاجة مبهرة في الدنيا، الكاميرات مش احسن حاجة في الدنيا، لكن هتبص هتلاقي صورة حلوة، هتلاقي كادرات جميلة، هتلاقي حاجات مرسومة بس مصرية. نطور بقى عليها بالوضع الحالي مفيش اي مشكلة، نطور بس نمشي بطبعنا المصري اللي احنا ماشيين عليه، نمشي بمونتاجنا، نمشي بطريقة كلامنا، نمشي بطريقة حكينا. اما مش لازم نقعد نأمرك كل حاجه بنشوفها عشان خاطر نواكب جين زي. احنا عايزين نجيب جين زي لينا مش نبعدهم عننا اكتر ما هم بعاد اصلا. حاجه سريعه بقى في الاخر كده، ايه هي الافلام اللي انا اصلا ما اقدرش اتفرج عليها مره تانية؟ ومش افلام بس، افلام ومسلسلات زي ما انا قلت. كيرة والجن، عندك الفيل الازرق اتنين، عندك ما وراء الطبيعه مثلا. انا ما بقدرش اتفرج على ما وراء الطبيعه تاني، مش عارف ليه. حاولت ما قدرتش، صعب جدا ان انا اكمل ما وراء الطبيعه اصلا، وصعب اصلا اكمل اول حلقه حتى. ما وراء الطبيعه من اول مره شفته انبهرت، بعد كده برضو رجعت بحاول اشوفه تاني ما قدرتش، وافتكرت احداثه للمره التانيه بحس اللي هو مجموعه من اللا شيء. ما وراء الطبيعه واحد من اسوأ المسلسلات اللي ممكن اكون شفتها، واللي كان انطباع عنها في الاول خالص انطباع جيد عشان انا كنت متحمس جدا ان انا اشوف اي حاجه للدكتور احمد خالد توفيق في التلفزيون، يعني متحمس جدا اشوف ما وراء الطبيعه. انا من قراء ما وراء الطبيعه، انا خلصت ال 81 عدد كله، قريتهم اكتر من مره، وفي قصص بالنسبه لي مختلفه وبحبها جدا وممكن اقعد اقراها 3 4 مرات لوحدها كده بدون اي سياق عادي. انا بعشق ما وراء الطبيعه، فكنت متحمس جدا للمسلسل. وفي الاول لما شفته والله كنت كويس، كان كويس، بس بعد كده مش ما قدرتش اشوفه من ساعتها ولا مره واحده كمان، ولا حتى ولا حلقه. ليه؟ الترابط بين القصص مش حلو، اختيار القصص غير موفق، التصوير ما كانش احسن حاجه، المونتاج غريب، طريقة التمثيل غريبة، الألوان اللي في المسلسل غريب، كل حاجة كانت غريبة، كل حاجة بعيدة عن الروايات، كل حاجة بعيد. مش شرط تاخد الرواية بالظبط وتعرضها لي، بس انت ولا حتى عملت أي شيء من الرواية، انت خدت الروايات قطعتها وعملت حاجة مختلفة. انت بس جبت الشخصيات اللي نفس الأسامي وخلاص، وغيرت كمان في طباع الشخصيات، وغيرت في ترابط الشخصيات ببعض عشان خاطر تقدر تخلي الموضوع اقرب للمنتج التلفزيوني، بس بشكل مع الاسف كان سيء. ممكن لو هو جاي يجرب يعمل المسلسل ده حاليا ممكن يغير وجهة نظره، زي ما انا لما شفته ساعتها كان عاجبني ودلوقتي مش عاجبني. فانا اتمنى نبطل امريكا، اتمنى نبطل كلب مكيالين، اتمنى نبطل ان احنا ناخد ناس بذنب والناس التانية بتعمل نفس الذنب دوت محدش بيتكلمهم. مش بقول لك خدوا بنفس الذنب، ماشي كله على نفس على نفس السطر او على نفس الحاجه، دوت عمل الشيء الفلاني وما اتجزاش يبقى التاني اللي عمله ما يتجزاش. احنا دلوقتي ماشيين في عالم مرعب في مصر، اقسم بالله حاجه ربنا يسترها، ربنا يسترها. الناس مش عارفه حتى تتكلم، مش بقول لك بقى ايه، مش الناس مش عارفه تفكر، تتكلم ايه، الناس مش عارفه تفكر. بس كده اقفل.